السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أصدقاؤنا في حلقة جديدة وحكاية شيقة وجميلة، مع برنامجكم يحكى عنا، وحكاية جديدة وشيقة ومليئة بالدروس والعبر. حكايتنا لليوم عنوانها هو من جد وجد. في ليلة من ليالي جحا، قرر أن يذهب إلى قصر الأمير، وكان المطر ينهمر بغزارة، فتبلل جحا بالكامل. وهو في طريقه إلى قصر الأمير، وكان جحا دائما ما يتردد إلى الأمير، ويطلب منه أن يجد له عملا. فلما وصل إلى قصر الأمير رآه الأمير وقد تبللت ملابسه، فقال له: ألا تملك مظلة يا جحا؟ فقال له جحا: يا سيدي، إني لا أملك المال الكافي. لأشتري به مظلة، فأنا لا أملك عملا كما تعلم. فضحك الأمير وأجلسه بجانبه. ولما جلس جحا والتقط أنفاسه، التفت إلى الأمير وسأله: سيدي الأمير، لقد أخذت منك وعدا أن تجد لي وظيفة مناسبة، أليس كذلك؟ قال الأمير: بلى يا جحا، وعدتك بذلك. قال جحا: لقد مضت الشهور والأيام ولم أحصل على الوظيفة التي وعدتني بها. أطرق الأمير رأسه وقال له: لا زلت أبحث لك عن وظيفة مناسبة. فقال جحا وقد بدا على وجهه الفرح: هل وجدت هذه الوظيفة يا سيدي؟ هز الأمير رأسه قائلا: لم أجدها يا جحا. ففكر جحا للحظات ثم قال له: دعني يا مولاي أختار وظيفتي بنفسي. تعجب الأمير ثم قال: ما الوظيفة التي تراها مناسبة لك يا جحا؟ فقال له جحا بكل اعتزاز: إني أفضل أن أكون قاضيا. فالكل يعرف أني رجل حكيم وذكي. فقال الأمير وقد بدت عليه علامات الاستغراب: لكن يا جحا، منصب القاضي مشغول. قال جحا: ماذا تقصد يا مولاي؟ قال الأمير: لا يجوز أن يكون للمدينة قاضيان. فجلس جحا يفكر في لحظات، ثم قال: يا مولاي الأمير، لقد فكرت في وظيفة أخرى. قال الأمير: ما هذه الوظيفة يا جحا؟ قال جحا: أرجو أن تعينني قاضيا للقصر. نظر الأمير إلى جحا مبتسما وقال له: موافق يا جحا. فعينه قاضيا للقصر. وذات يوم من الأيام جاء رجلان إلى الأمير، ثم قال الأول: سيد الأمير، سيد الأمير. فقاطعه الآخر قائلا: هذا الرجل كاذب. إنه يدعي أنه له حقا عندي. فغضب الأمير منهما وقال: توقفا عن المشاجرة أمامي وإلا سجنتكما. عليكما أن تتحدثا بهدوء. فانتبه الرجلان واعتذرا إلى الأمير. فغفر لهما الأمير. ثم قال الأمير للرجل الأول: قل يا أيها الرجل، ما شكواك؟ فقال الرجل الأول وهو غاضب: لقد ذهبت مع الحطاب إلى الغابة وظللت أشجعه وهو يقطع الأشجار حتى قطع كمية كبيرة، ثم ذهب وباعها في السوق. ولما طالبته بحقي رفض أن يعطيني. استغرب الأمير منهما وقال: هل أنهما شريكان؟ قال الرجل الثاني: لا يا مولاي. قال الأمير متعجبا: هل ساعدك هذا الرجل في جمع الحطب؟ لكي تبيعه في السوق؟ قال الرجل الثاني: لا يا مولاي. ترى يا أصدقاء، ماذا سيفعل الأمير؟ وأين القاضي جحا من هذه القضية؟ ستعرفون كل ذلك، لكن بعد الفاصل. فاصل ونواصل. أهلا وسهلا ومرحبا بكم يا أصدقاء. عدنا لكم بعد الفاصل لنواصل لكم في حكاية اليوم مع الدروس والعبر المفيدة. وكما ذكرنا يا أصدقاء في بداية الحلقة، فعنوان الحكاية لليوم هو من جد وجد. أين توقفنا قبل الفاصل يا عبد السلام؟ توقفنا يا موفق مع الرجلان والأمير. نعم، وهنا نادى الأمير: أين قاضي القصر جحا؟ فجاء جحا وقال: لقد طلبتني يا مولاي. قال الأمير:
نعم لقد طلبتك. انظر في قضية هذين الرجلين. واحكم بينهم بالعدل. فنظر جحا إلى الرجلين وقال لهما: ما هي قضيتكما؟ فشرحوا له ما حدث بالتفصيل. فقال جحا للرجل الأول: أنت محق في شكواك، وسوف أعطيك حقك. قام جحا بإلقاء بعض الدراهم في الأرض. ثم ابتسم جحا وقال له: هل سمعت صوت رنين هذه الدراهم؟ قال له الرجل الأول باستغراب: نعم، لقد سمعتها جيدا. قال له جحا: ممتاز، وبهذا تكون أخذت حقك كاملا. فغضب الرجل كثيرا وقال له: لقد ساعدته كثيرا. كيف لكم أن تجازونني بهذا؟ فقال جحا: ألم تسمع ما قال؟ إن الجزاء من جنس العمل. ففكر الرجل ثم قال: ماذا تقصد يا جحا؟ قال: لقد عمل الرجل الآخر وتعب كثيرا، وجمع الحطب من كل مكان، ثم ذهب إلى السوق وباعه، وحصل على مبتغاه من المال. أما أنت فكنت تشجعه فقط، ولم تتعب كما تعب الحطاب، فلا يحق لك أن تأخذ مثل ما أخذ. فكان جزاؤك هو أن تسمع صوت الدراهم. فغضب الرجل وخرج. فنظر الأمير إلى جحا مبتسما وقال له: لقد أبهرتني، سأجعل لك مكافأة كبيرة على حلك لهذه القضية. بهذا الذكاء والإتقان. ففرح جحا كثيرا، وقال: شكرا لك يا مولاي، سأكون دائما عند حسن ظنك. ولعلنا نستفيد من هذا أن من جد وجد. فعلى المسلم أن يحرص على أن يعمل ويكسب من عمل يده. فلقد رأينا كيف أن جحا كان حريصا على أن يكسب عملا حتى وجده، ووجد منه مراده، وكيف أن الرجل الآخر اتكأ على عمل غيره، ولم يحصل إلا على صوت الدراهم. وأن المسلم لا ينبغي له أن يأتي لرجل آخر ويزعم أنه شريكه دون اتفاق مسبق بينهم، لأنه في هذه الحالة يريد أخذ المال بلا حق، كما حصل مع صاحبنا في القصة. الذي كان يشجع الحطاب ثم طلب منه مالا ليس له أي حق فيه. لكن ماذا عنكم يا أصدقاء؟ ما الذي استفدتموه؟ أرسلوا لنا عبر هاتفنا الذي يظهر الآن على الشاشة، أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لشبكة سلام الإعلامية، على أمل أن نلتقيكم في حلقات قادمة. هذا صديقكم موفق ناصر وعبد السلام ناصر نحييكم. إلى اللقاء يا أصدقاء، إلى اللقاء.